ظاهريا يبدو لك أن الكونغو تتهم رواندا بسبب نهب ثروتها، ولكن الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا متواطئ مع رواندا من أجل نهب ثروات الكونغوليين. لذلك خرج الكونغوليون يوم أمس قالوا في الشارع: أوقفوا الحرب، ثرواتنا حقنا. وأصوات تتعالى وتعبر عن غضب واستياء من الصمت الدولي أمام معاناة الكونغوليين في شرق البلاد. كينشاسا تتهم رواندا بمحاولة السيطرة على الموارد الطبيعية في شرق الكونغو، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على اتفاقات الاقتصادية، لكن المتظاهرون يرون في ذلك تواطؤا لا شراكة. رواندا قالوا إنهم لصوص، وأيضا الاتحاد الأوروبي متواطئ: لا نريد كلاما فارغا، نريد عقوبات حقيقية. وفي فيديو طريف ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة الكونغولية تقوم بطرد فرنسيين ويقول لهم بالحرف الواحد: تريدون المال؟ تريدون المال؟ Vous cherchez l'argent. You're fighting for the money. You're fighting for our life. Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is how you for the people. Don't joke. Don't joke. Move, move, quickly, quickly. Jump, jump, quickly, quickly, quickly. Hey, 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 quickly, 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 quickly. نعم، ماذا تفعل فرنسا في إفريقيا؟ بطبيعة الحال من أجل المال، ولكن الأهم أن الكونغو تنادي وآلاف الأصوات تصرخ في الشوارع، لكن السؤال الأهم هو: هل يسمعها العالم؟ وماذا عن أنت؟ هل تعتقد أن المجتمع الدولي يقوم بدوره؟ وهل يكفي التنديد أم أن هناك حاجة لتحرك حقيقي؟ شاركنا برأيك في التعليقات.